حكايته درس في الإصرار والصبر، ضحى بحياته باش يوصل للي يحب عليه. الشعار متاعه في الدنيا الدوام ينقب الرخاء، لينحقق حلمته باش يبني القبة الإيكولوجية، أول بنية صديقة للبيئة في الشمال الغربي. مولا الحلمة هذه هو الشاب أمين الزين. يجاو نتعرفوا على حلمته ونعرفوا تفاصيل حكاية القبة الإيكولوجية. حكاية أمين الزين بدات في نهارة اللي بدا يحلم باش يبني بنية بيئية في القرية اللي يسكن فيها واللي اسمها الصدقة بحذا جبل السرج في ولاية سليانة. بحذا جبل في ثنية المغارة عين ذهب بدا أمين يبني في فكرته اللي عاونوها عليها جمعية متاع شباب متطوعين. البنية هي عبارة على قبب صغار بجنب بعضهم في شكل بيوت صغيرة. المكونات متاع القبة بسيطة برشا، شوية رمل على شوية تراب على تبن على حجر من الجبل، لا فيها لا سيمان لا حديد لا حتى حاجة من البرودويات متاع البني اللي تتصنع في المعامل. فرشانهم من داخل كان حتى هو أبسط من البساطة، كليم صغير وريدو بسيط تغطي شبابك وفروشات مريحة للزائرين وحاجة أورجانيك. إنما إيه يقول الراجل. ومن وقتها بداو السياح وعشاق الطبيعة ولي روندونور ولي كامبور يجيو لهالبلاصة اللي كانت موجودة في غابة ومنطقة جبلية جميلة ياسر. لكن كيف أي حلمة في بلادنا لازم باش تلقى شكون يفسدها لك. وشكون عندنا المساند الرسمي لتحطيم الأحلام في تونس؟ برافو، هذيك هي التعطيلات الإدارية والأمور البيروقراطية، وجيب كاية شارج وارجع غدوة. أمين رغم محاولاته المتواصلة باش يريق الأمور الإدارية إلا أنه الشروط الإدارية الصعيبة فشلته. لين في يوم من الأيام هبط قرار باش تتسكر الثنية اللي تمشي للقبة الإيكولوجية ويتمنعوا عشاق الطبيعة انهم يمشوا لها. قرار كان عبارة على حكم بالإعدام على حلمته. هذاك علاش صاحبنا قرر يعمل محاولة انتحار قدام ولاية سليانة، خلاته راقد أيامات في السبيطار. محاولة الانتحار خلات المجتمع المدني الكل يتحرك ويضغط، الشيء اللي خلى الوالي يزوره وزيد وزير السياحة يمشي له ويقرروا انهم يعاونوه باش يتجاوز العراقيل الإدارية الكل. ومن وقتها رجعت القبة الإيكولوجية ورجعت لمين حلمته اللي بدا يخمم كيفاش يكبرها. يقول القائل: منين جات هالفكرة متاع القبة الإيكولوجية والسياحة الإيكولوجية بصفة عامة؟ البني الإيكولوجي ولا الديار الإيكولوجية هي ديار بيئية 100%، ما فيهاش حتى مكون يتسبب في التلوث ولا حتى طريقة صنعانه تتسبب في التلوث. كيف طريقة التصميم متاعه تربحنا في الضوء وتخلينا نقتصدوا في الطاقة وتكون الديار دافية في الشتاء وباردة في الصيف باش ما نستحقوش لا شفاجات ولا مكيفات. وكيف نحبوا نحكيو على السياحة الإيكولوجية، يعني نحكيو على سياحة ما فيهاش حتى نسبة متاع تلوث. مصاب الفكرة اللي بدا بها مين تتعمم مع الناس الكل، وعلاش لا تتبناها الدولة وتولي داخلة في السياسة متاع بلاد كاملة، تساهم في الاقتصاد في الطاقة وتنقص من التلوث اللي قاعد يغم على الكوكب متاعنا ويتسبب في الانحباس الحراري اللي نعانيو منه لليوم وما زلنا باش نعانيو منه سنين القدام. الحكاية هذه ما هياش تشجيع على الانتحار، هي تشجيع للناس اللي تحلم باش تشد صحيح في حلمتها وتكمل فيها للآخر حتى لو جات الدنيا الكل ضدها. وبإصرارك عليها لازم ربي يعاونك باش تحققها ويعطيك الأسباب باش توصل للي تحب عليه في الوقت المناسب. كان عجبتك الحلقة ما تنساش باش تعمل جيم وتشجعنا وتتبعنا على اليوتيوب والانستغرام والفيسبوك والتيك توك. سلام.